حبايبي كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، وعشان كده يلا بينا بسرعه نعمل زي احلى سحور في رمضان. تعالوا بينا بقى نشوف ازاي هندمس الفول في البيت. تعالوا نشوف طريقه تدميس الفول وازاي هيطلع تحفه وروعه، وكمان هنعمل معاها اسرع سحور في رمضان. تعالوا جربوا معايا تجربه علب الفول الجاهزه وهنشوف هنوصل لنتيجه ايه. يلا بينا نشوف اطعم واجمل فول مدمس في البيت. تعالوا نشوف الفيديو بالكامل على قناتي، قناه مطبخ فاطمه. بفكركم ان دعمكم بيفرق معايا، فيلا بسرعه اعملوا لايك وسبسكرايب ودوسوا على الجرس عشان تتابعوا كل جديد مع مطبخ فاطمه. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا، اهلا بيكم في مطبخ فاطمه. النهارده هنعمل مع بعض في مطبخ فاطمه الفول البيتي، هندمسه في البيت وطريقته سهله جدا ومش هتاخد معانا اي مجهود. هو الموضوع كله بس حرق ساعات، انه لازم انقعه وبعد كده احطه على نار هاديه خالص او على السخان، لكن كخطوات مش تاخد معانا حاجه خالص. طبعا بيبقى انضف 100 مره من الفول اللي بره سواء العلب او في المطاعم، بيكون حاجه مضمونه مش مضاف لها اي حاجه. غير طبعا كمان كناحيه توفير، هتشوفوا النص كيلو اللي معانا ده هيرمي قد ايه. تمام، تعالوا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. وطبعا كلنا متفقين ان الفول ده بينفعنا فطار، بينفعنا عشاء، في السحور طبعا اساسي معانا في رمضان عشان يسند معانا لتاني يوم الفطار. تعالوا نشوف مع بعض الطريقه، ما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. يلا بينا. احنا دلوقتي هناخد الفول نغسله وننقعه. انا دلوقتي بعمله بالليل ليه؟ علشان يقعد لغايه تاني يوم الصبح الساعه 6، اقوم شايلاه من الميه اللي فيه وشطفاه تاني وحطاه في الفواله ومولعه عليه. احنا دلوقتي هننقعه ونسيبه لغايه الساعه 6 الصبح او 7 منين ما تصحي براحتك خالص. يلا انا دلوقتي هغسل الفول كويس. طبعا اكيد احنا لما نجيبه عند الراجل هنكون منقيين، يعني هو متنقي تمام. كده الفول متنقي ومغسول، هنقعه اغطيه بميه وانقعه لغايه تاني يوم الصبح. تمام. خلي بالكم من حاجه، شايفين الميه كتيره ازاي فيه؟ انا قصدي اعمل دون، هنغطيه واسيبه لغايه بكره الصبح ان شاء الله. منين ما تصحي، انا عشان بصحى بدري بصحى بولع عليه البوتاجاز وهنشوف ازاي. انتي منين ما تصحي اعملي نفس الخطوه اللي احنا هنكمل بيها دلوقتي. كده احنا الفول اهو، ده منظره بعد ما اتنقع للصبح. صباحكم زي الفل. احنا كده هنطلعه نغسله ونشطفه ونحطه في الفواله عشان نولع عليه البوتاجاز، وهقطع عليه طماطمايه وجزرايه واعصر عليه ليمونه. ليه طماطم وجزر؟ عشان بيدوله طعم حلو مسكر وفي نفس الوقت بتخلي الفوله لونها فاتح. تعالوا نشوف مع بعض. هشطف بس الفول مكان منقوع كده. انا كده شطفت شطفه، هنزله في الفواله بتاعتي. شايفين الحبايه عامله ازاي لما منقوعه كده؟ ما تاخدش وقت في السوا، تبقى عامله زي الزبده وناعمه. هنملاها ميه لغايه هنا، ونكون مقطعين طماطمايه وجزرايه وليمونه هنحطهم عليها ونشوف دلوقتي. يلا كده احنا اهو شطفناه وملينا الفواله زي ما قلنا لغايه هنا. تمام. هنعمل ايه؟ هننزل الطماطم والجزر. الطماطمايه اللي صغننه بحطها سليمه عادي، يعني مش مستاهله انها تتقطع. تمام. اعصر الليمونه بتاعتي عشان تدي مزازه سنه وتخليه لونه فاتح. زي ما احنا شايفين كده، بس هنقص الميه سنه علشان زيت. كده انا حطيت الحاجه اهو، هغطيها واكون مولعه البوتاجاز عشان يغلي زي ما اتفقنا. هتابعه بس عشان اول ما يبدا يغلي اكون مشغله السخان بتاعي. طبعا لو ما عنديش سخان الفواله
بعمل ايه؟ بقوم موطيه النار خالص خالص بتاعت البوتاجاز، شمعة زي ما اكون بسوي الرز بالظبط، ويستوي عليها. بس اتابع ان كل ما الميه تنقص ازود ميه مغليه. اهم حاجه انا ازود ميه مغليه مش ميه حنفيه. تمام. اول ما يغلي هنشوف مع بعض نحطه على السخان ازاي. كده الفول عندي غلى خلاص، هحطه على السخان. انا بس شلت فيش السخان دلوقتي علشان لما اجي احطه بعد كده احطها تاني. مش هفتحه، بس انا قصدي عشان بقدر الامكان ما تحاوليش تعرضيه للهواء او تشيل الغطا عشان بيغمق او يسود. يعني انا مثلا بعد 3-4 ساعات كده ببص عليه، بس لو ميه نقصت شويه بكون غاليه ميه واقوم مزوده واقوم قافله على طول. فانا مش عايزه اكشفه دلوقتي عشان يفضل محتفظ بلونه الفاتح. هنحط دلوقتي على السخان. انا كده حطيته على السخان اهو، هسيبه مع نفسه بقى 7 ساعات كده ولا حاجه. وزي ما قلنا يعني ممكن مثلا كمان 3 ساعات ابص عليه عشان لو ميته نقصت ازوده شويه ميه مغليه شويه كده، ونرجع نبص عليه ونشوف مع بعض. كده احنا الفول بتاعنا اهو استوى خالص، نزلته من على السخان. ننزليه، شايفين منظره فاتح ازاي جميل. لما نيجي دلوقتي كمان نهرسه هنشوف ازاي نعمل زي الزبده. بصوا بقى، انا دلوقتي انا مدمسه الفواله، ما بحبش اشيل منها جزء في الفريزر واخلي جزء والكلام ده. ليه؟ لان القشره بتبقى بتتخن وبيغمق. بعمل ايه؟ باخدها كلها زي ما هي كده، انزلها على الفواله، اهرسها كلها في بوله. هنشوف دلوقتي ازاي احياها كلها، وبعدين اخد جزء في علبه نسحب منها او لو هنتعشى منها او نتسحر او كده، والجزء التاني بحطه في علبه كويسه مقفوله كويس جدا، يقعد في رف التلاجة زي الفل يوم واتنين ما يجرالوش اي حاجه. دايما بعمل كده، بيفضل الفول فاتح وكأنك لسه عاملاه دلوقتي حالا. تعالوا نشوف بقى هنهرسه دلوقتي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ونحط مكوناتنا الجميلة، وفي 5 دقايق هيبقى أحلى طبق فول وبألف هنا وشفا. ما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. وزي ما احنا شايفين الموضوع بسيط وما خدش وقت أكتر من إن أنا أحطها على السخان ونسيها لغاية لما يستوي. أنا كده جبت البولة عندي اهي، هفضي فيها الفول كله زي ما اتفقنا. انا كده هبدأ اهرس الفول بتاعي بالهراسة بتاعتي عادي جدا. انا بفضل طريقة ان انا اهرس بالهراسة عن الخلاط. في ناس ممكن تحب تعمله في الخلاط، بس انا مش بحب اكل الفولة تبقى ناعمة قوي كده مهرية يعني. فههرس كويس قوي الاول عشان هو سخن كده يبقى معايا مساعدني وسهل، وبعد كده ابدأ اضيف التوابل بتاعتي اللي هنشوفها. زي ما احنا شايفين كده نعمل قدر الامكان كتير قوي. هزود بقيه التوابل بتاعتي عشان الملح بيزود نعومته اكتر او بيسهل نعومته اكتر، فهحط بقيه التوابل واقلب وانا بهرس برضه. هبدا اضيف بقى التوابل بتاعتي. احط شويه شطه، طبعا كله على حسب الحق بتاعك. سنة الكزبره بتاعتي طبعا بحط كتير شويه علشان الكميه كبيره عندي. كمون، التاتش بقى بتاعي حته تومه بودره كده، وملح زي ما اتفقنا كل واحد حسب ما بيحب يحط ايه او هيو ايه. هبدأ اخلط دول الاول مع بعض. اعصر ليمونتين عليها. ممكن قوي لو انتي عشان الولاد بيحبوا من غير شطه والكبار بياكلوا بشطه، ممكن انتي بتحققي الكميه كلها ما تحطيش شطه وتحطي ساعه الاكل بس ساعه الطهي. انزل بشويه الزيت بتوعي وهضيف طحينه، وطبعا الطحينه برضو على حسب ما انت عايزه. عايزه اقولك بقى على حاجه ممكن تعمليها كمان في الفول، تبقى حته برضو تاتش كده من عندك لو عايزه.
ساعات بيبقى عندنا كده الدقة بتاعة التوم بتاعة البتنجان المخلل او البتنجان المقلي، نحط عليه تومة بملح وكمون وخل وكده. الدقة دي بقى لو بقى عندك شوية من شوية بتنجان مخلل وحطيتيهم على شوية الفول دول انسي. ففي شوية حركات كده بسيطة بس بتفرق وبتغير طعم الفول تماما. فسهل ان انتي من قدرة واحدة تعملي كذا طعم. شايفين لونه؟ طبعا ريحته تجنن، طعمه انتوا بنفسكم هتجربوا. شايفين الجمال؟ انا كده هبدأ اغرف من البولة بتاعتي على قد ما انا عايزة اكل في الوجبة بتاعتي، طبق او 2 او ايا كان ايه. شوية الزيت بتوعي والحركات. كده بقى عندنا طبق الفول اهو، طبق فول بيتي جميل نضيف وطعمه حكاية. عشا بقى، فطار، سحور، كل اللي ممكن تتخيلي. ألف هنا وشفا ليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. مستنية تعليقاتكم واقتراحاتكم، ومش هننسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. ألف هنا وشفا. يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. عايزين نتسحر، وبصراحه ما كانش عندي وقت ان انا ادمس فول في البيت، فاقترحوا عليا اجرب الفول العلب الجاهز. فجبت الفول وهنفتحه مع بعض. قلت بصراحه نشوف مع بعض واقول لكم رايي بمنتهى الامانه يعني، وهنشوف كده طعمه، لونه، هل الفوله صحيحه ولا مهريه، نضيف ولا من ده على ده. خلينا نشوف مع بعض. وقبل ما نشوف بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس، ويلا بينا. طبعا هو من ميزاته ان هو سهل الفتح، تقريبا العلب كلها دلوقتي بتبقى كده. ده شكله لما فتحته، انا شايفه ميته فاتحه، والفوله نفسها حاسه ان هي برضو نظيفه، بس هيبان اكتر لما افضيه. تمام، افضيه مع بعض ونشوف. بصوا، هي العلبه ككميه حاطه كميه مش قليله كويسه، وبصراحه الفول فاتح ونظيف يعني، مفهوش حتى واحده مش كويسه او بايظه او كده. بس انا ما بحبش ان انا استعمل حاجه فيها مواد حافظه، بالذات لو بالميه بتاعتها. فانا بصراحه لا، هغسل الفول ميه الفلتر، وبعد كده احط له سنه ميه من الفلتر صغيره، وابدا احيائي بتاعي عشان ابقى انا مطمنه اكتر. المصفى اهي، هصفي الفول فيها واغسله بميه الفلتر عشان ابقى انا مرتاحه نفسيا وانا باكل. كده جبت المصفى، حط الفوله بتاعتي بميه الفلتر. انا كده شطفت الفول بتاعي وولعت عليه زي ما احنا شايفين، وزودته سنه من ميه الفلتر، هي نضيفه وزي الفل. بسخنه الاول بصراحه قبل ما احيقه عشان يبقى سهل وانا بهرسه. انا بحبه مهروس، بس في ناس بتحب الفوله صحيحه زي ما هي كده. فانا هستنى هسخنه، وبعد كده اقوم نازله بالحياء بتاعي. هنشوف دلوقتي. بصراحه هو انا عاجبني في الموضوع ان هو ما خدش وقت خالص، والفوله نفسها يعني من غير ما تسخن حتى مش ناشفه. يعني لما اجي اهرس الفوله كده لا، زي ما انتم شايفين اهي، من غير ما تسخن ولا حاجه. واجمل حاجه ان الفوله نفسها بيضه وفاتحه، فالموضوع لا لطيف يعني. جربوه كده وشوفوا برضو وقولوا لي رايكم ايه في تعليقاتكم. انا كده مستنيه بس يسخن شويه. طبعا الفول ميزته ان هو بينفعنا بقى في الفطار، في عشاء، في السحور. كل سنه وانتم طيبين عشان رمضان. فلو اتزنقت وما عملتش فول في البيت بعد كده لا، انا هتشجع ان انا ابقى اجيب موضوع العلب ده، هينجز معايا. بدأ يسخن هو قوي. طبعا بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. وهو بيسخن كده ممكن ان انا اشتغل اهرسه زي ما قلنا. ممكن في ناس بتحبه صحيح، فبراحتكم. السخونيه بتسهل عليا موضوع ان انا اهرسه بسهوله.
زي ما احنا شايفين كده. يعني الموضوع بصراحة ما خدش وقت، فده معناه ان هو الفولة مستوية كويس وقشرتها مش تخينة. بصراحة انا مبهورة بالموضوع لان ما كنتش متخيلة هيبقى بالنظافة دي بصراحة. واكتر حاجة عجباني هو انقذ لي موقف طبعا. كده هو سخن قوي زي ما احنا شايفين. انا بس حسيته تخين سنه فزودت له برده سنه من ميه الفلتر بسيطه قوي. كده هقدر ان انا اطفي عليه وانقله في الطبق بتاعي واحيقه عادي. هبدا انزل بيه في الطبق عشان احط الحياء بتاعي. طبعا الكميه دي من اللي هي علبه واحده مش العلبتين. تمام. بصراحه يا جماعه الموضوع بجد عاجبني قوي، مش متخيلين قد ايه. جربوه كده برضه وقولوا لي رايكم ايه. هبدا انزل بالحقيقه بتاعي، شويه الملح بتوعي، شويه كزبره، نديها حته الكمون بتاعتنا، سنه الشطه، حبة الزيت بتوعي، ادي نص ليمونة بتاعتي، ننزل بسنة الطحينة، بحب بقى على وشه كده يبقى فيه سنة زيت كده. على فكرة ريحته تجنن بجد، متحمسة قوي، الموضوع عجبني قوي ان انا جربته، مبسوطة بيه فعلا يعني. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. بصراحة ريحته تجنن ولا وطعمه كمان حلو قوي قوي، يعني عجبني الموضوع ومبسوطة ان انا جربته. طبعا هو ممكن يكون مش زي البيتي اكيد، بس لا مقارنة بالجاهز لا مفيش مقارنة. اني انا اجيب فول من مطعم او كده، على الاقل دي فولة صحيحة زي ما هي، وانا شايفاها وعارفة ان هي على بعضها ونضيفة، وكانت فعلا ميتها نضيفة جدا. انا بس اللي حبيت ان انا اغسلها احتياطي. لا عجبني الموضوع، جربوه ومستنية رأيكم بتعليقاتكم، وما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. الف هنا وشفا ليكم.